بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، وصلنا للأسبوع الخامس ومع تقييمات الأسبوع الخامس ومع التقييم الأول من موضوع اختراعات عربية. تعد ليلى عبد المنعم أول مخترعة عربية تحصل على وسام الاستحقاق من مؤتمر جلوبال للاختراعات الحديثة اللي بينعقد سنويا في العاصمة البريطانية لندن. أول سؤال بيقول لي معنى ينعقد. ينعقد المؤتمر بمعنى يقام المؤتمر. طيب، لما كانت ليلى عبد المنعم جديرة بوسام الاستحقاق؟ طبعا بسبب اختراعاتها اللي هي تتعدى 100 اختراع. يبقى بسبب اختراعاتها التي تزيد على 100 اختراع. سؤال الإعراب. تعد ليلى عبد المنعم أول. طبعا تعد ده مبني للمجهول، وليلى عبد المنعم ليلى هنا نائب فاعل، كانت المفروض إن ده هيبقى مفعول به أول، وكان كلمة أول هنا كانت هتبقى مفعول به ثاني، فليلى هنا بعد البناء المجهول اتحولت لنائب فاعل، وأول فضلت زي ما هي مفعول به ثاني. مفعول به ثاني منصوب طبعا، وعلامة نصبه الفتحة. الذي ينعقد سنويا. طبعا سنويا دي ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة. بعد كده إثر إلغاء الحماية البريطانية أصبحت مصالح البلاد العليا موضع ممارسة. أيد ده لأنه بعد إلغاء الحماية البريطانية ابتليت مصر بانحراف الأحزاب، وأصبح هم كل حزب تحطيم الحزب الآخر والوصول للسلطة. وطبعا انتشر الفساد في البلاد. أسباب قيام ثورة يوليو 1952 يبقى للمطالبة بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة. سؤال إملاء طبعا في نهاية التقييم. كده انتهينا من التقييم الأول أحبابي. تعالوا ننتقل للتقييم الثاني، وبرضه من موضوع اختراعات عربية. كما نبغ من العرب في فنون الطب والجراحة علماء وأطباء كانت مؤلفاتهم بتدرس في أوروبا قرون، ومنهم ابن سينا. ما معنى نبغ؟ طبعا نبغ يعني تميز. كانت مؤلفاتهم تدرس في أوروبا قرون عديدة، دول اللي هم العرب. العبارة دي توحي بإيه؟ توحي بسبق العرب في الحضارة وفضلهم على الحضارة الأوروبية. تدل على سبق العرب في الحضارة وفضلهم على الحضارة الأوروبية. سؤال العرب. نبغ من العرب في فنون الطب علماء. مين اللي نبغ؟ علماء. يبقى علماء دي طبعا فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة. تدرس في أوروبا قرونا. قرونا طبعا تعتبر أيضا ظرف زمان منصوب. بالفتحة. بعد كده لما لم تنعم مصر بإلغاء الحماية البريطانية عنها؟ ليه مصر ما استمتعتش بالحماية البريطانية لما ألغيت؟ بسبب تمسك بريطانيا بالتحفظات الأربعة. بسبب تمسك
بريطانيا بالتحفظات الأربعة. زعم اليهود والمستعمر أن أقدامهم في الشرق قد ثبتت، فهل تم لهم ذلك ولماذا؟ طبعا لم يتم ذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو، واللي تم فيها طبعا طرد المستعمرين. كده أحباب انتهينا من التقييم الثاني، تعالوا بنا ننتقل للتقييم الثالث، أيضا من موضوع اختراعات عربية. ومع ركوب العرب البحار وتعددت رحلاتهم البحرية في المحيط الهندي وفي البحر المتوسط، ومع كثرة السحب والغيوم وانعدام الرؤية، توصلوا لاختراع الإبرة المغناطيسية. ما معنى توصلوا؟ طبعا اهتدوا. تعد الفقرة السبب والمسبب. السبب معايا اللي هو كان تعدد رحلاتهم البحرية وانعدام الرؤية. طب المسبب اللي هو توصلوا لاختراع الإبرة المغناطيسية. يبقى السبب تعدد رحلاتهم البحرية وانعدام الرؤية. أما بقى المسبب توصلوا لاختراع الإبرة المغناطيسية. لاختراع الإبرة المغناطيسية. ماذا كان يمثل اختراع الإبرة المغناطيسية في ذلك الوقت؟ سؤال 3 هنجاوبه هنا. يمثل فتحا تاريخيا جديدا. مثل حاجة كبيرة، فتح تاريخي عظيم. طيب، كان لتعدد الأحزاب قبل ثورة 52 أثر سلبي على إدارة البلاد. لسه قايلين إنه بسبب تعدد الأحزاب ابتليت مصر، وده السؤال به، ابتليت مصر بانحراف الأحزاب، وأصبح هم كل حزب الوصول للسلطة وتحطيم الحزب الآخر. طبعا تصارعوا الأحزاب على السلطة. أخيرا الإملاء. الصدق مع النفس. الصدق أسمى الفضائل. الصدق أسمى فضائل. الصدق مع النفس فضيلة سامية يجب أن يتحلى بها كل أبناء المجتمع. والصادقون شخصياتهم قوية لأنهم يواجهون الحياة مطمئنين، وأصدقاؤهم يعتزون بصداقتهم ويعملون برأيهم وهم واثقون. فكن صادقا تفز برضا الله. من خصائص الشخصية المصرية: إن المصري مؤمن بربه، متفائل الطبع، مبتسم الصغر، فمهما واجهته في الحياة الدنيا صعوبات يؤمن إيمانا لا يتزعزع بأن مع العسر يسرا. فلا عجب أن يحيا وهو سعيد بهذا التفاؤل، فنحن في حاجة دائمة إلى الإيمان والتفاؤل. أفضل استثمار. أبناؤنا هم سر ابتسامتنا وعبوسنا ومفتاح أفراحنا وأطرحنا دي أحزاننا. وليست مهمة الآباء مقصورة على توفير وسائل الحياة من مأوى وغذاء وكساء وغير ذلك من متطلبات الحياة التي ليس عنها استغناء، بل المربي الحق هو الذي يحسن استثمار تربية وتعليم ابنه ليكون راقيا بأخلاقه وعلمه، نافعا نفسه وأهله ووطنه. وبكده أحبابي نكون انتهينا من التقييمات الثلاثة. يتبقى فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحبابي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، ومع الأسبوع الخامس وكنا قدمنا لكم التقييمات، والآن مع الأداء الصفي والأداء المنزلي. في الأداء الصفي من موضوع اختراعات عربية، هذه حقيقة يؤكدها التاريخ. إيه هي الحقيقة دي؟ إنه منذ القرن الثاني الهجري
بدأ العرب نهضة علمية في الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء وغيرها مما سبقوا به العالم. فمن المعروف أن أول محاولة، ويديني بعد كده أسئلة مرادف كلمة نهضة. طبعا نهضة رقي وازدهار، رقي وازدهار. مضاد يؤكدها ينفيها، ينفيها يؤكد عكسها ينفي. ايه الحقيقة المشار اليها في العبارة؟ ودي موجودة اهي معانا. الحقيقة التي يؤكدها التاريخ هناخد اهو من اول هنا: منذ القرن الثاني الهجري بدأ العرب نهضة علمية في الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء وغيرها. نكتب الإجابة هنا: منذ القرن الثاني الهجري بدأ العرب نهضة علمية في ايه بقى؟ الفلك والهندسة والطب والفيزياء. في الفلك والهندسة والطب والفيزياء. السؤال التالي: وغيرها مما سبقوا به العالم. هذا التعبير يوحي بإيه؟ يوحي بسبق وريادة الحضارة العربية. حضارة عربية سبقت حضارات العالم. العرب ولا سيما ابن سينا ليه إسهامات عديدة في مجال الطب. اذكر أهم الإسهامات. طبعا إسهاماته كتيرة جدا، منها درس العديد من الأمراض، وبكمان وقام بتشريح العين، قام بتشريح العين. وإيه كمان ليه السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد والعلاج بالموسيقى. له السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد. طب وإيه كمان؟ والعلاج بالموسيقى. آخر حاجة ليه كمان كتاب القانون في الطب، صاحب كتاب القانون في الطب. مرة تانية: إسهامات ابن سينا: درس العديد من الأمراض، قام بتشريح العين، له السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد، العلاج بالموسيقى، لكتاب القانون في الطب. عباس بن فرناس كان نموذجا مهما وتجاربه كانت ذات أثر ناقش ذلك. طيب تعال نشوف. طبعا عباس بن فرناس ده أول من قام بمحاولة طيران، كان أول من قام بمحاولة للطيران. طب طار ازاي؟ حيث قفز بقماش، قطعة قماش تشبه المظلة. قفز بقطعة قماش تشبه المظلة. طب من فين قفز بيها؟ من فوق الجامع الكبير في قرطبة. من فوق الجامع الكبير في قرطبة. طبعا قرطبة دي في الأندلس. يبقى تاني: عباس بن فرناس أول من قام بمحاولة للطيران، حيث قفز بقطعة قماش تشبه المظلة من فوق الجامع الكبير في قرطبة. مديني مجموعة أسئلة على القصة. لتعدد الأحزاب أثر سلبي على إدارة البلاد. طبعا ابتليت مصر بانحراف الأحزاب وصراعها وصراعها على السلطة. أصبح هم كل حزب تحطيم الآخر. كل حزب همه يوصل للسلطة فقط، كل همه إن هو يحطم الحزب الآخر. لما لم تنعم مصر بإلغاء الحماية البريطانية عنها؟ ليه مصر ما استمتعتش بإلغاء الحماية البريطانية؟ لأن بريطانيا تمسكت بالتحفظات الأربعة. يبقى لأن
بريطانيا تمسكت بالتحفظات الأربعة. طب التحفظات الأربعة دول أدوا لإيه؟ أخذتهم حجة للتدخل في شؤون البلاد. وأخذت منهم حجة للتدخل في شؤون البلاد. كان لدخول الجيش المصري أرض فلسطين نتائج محمودة، نتائج طيبة، يعني في استفادة استفدناها احنا. ايه هي؟ أول حاجة طبعا اللي هو حقق في البداية عدة انتصارات، ده واحد، حقق عدة انتصارات في البداية. ايه كمان؟ الحاجة التانية حامية الفالوجة اللي صمدت أمام اليهود بعد ما هاجموها بجيش عدده 11,000 مزودين بأحدث الأسلحة. أيضا صمود حامية الفالوجة بعد أن هاجمها اليهود بجيش عدده 11,000 مزودين بأحدث الأسلحة. مرة تانية، الجيش المصري كان ليه نتائج طيبة في فلسطين، انه حقق في البداية انتصارات طيبة. طب كمان صمود حامية الفالوجة بعد ان هاجمها اليهود بجيش عدده 11,000 وكانوا مزودين بأحدث الأسلحة. ماذا تعرف عن صفقة الأسلحة الفاسدة؟ طبعا للأسف استغل المقربين للملك الفرصة عشان يحققوا الثراء، فباعوا للجيش المصري أسلحة فاسدة. نكتب الإجابة هنا، أو إجابة السؤال رقم 4. استغل المقربون للملك الفرصة المقربون للملك الفرصة لتحقيق الثراء، الغنى يعني، تحقيق الثراء، فباعوا للجيش أسلحة فاسدة. مرة تانية، استغل المقربون للملك الفرصة لتحقيق الثراء فباعوا للجيش المصري أسلحة فاسدة. آخر سؤال بيقول لي صوب الضباط الأحرار صوب الضباط الأحرار وهما كان قد ثبت في أذهان اليهود والمستعمر. إيه الوهم اللي كان في أذهان المستعمر والضباط الأحرار صوبوه لهم؟ الوهم، وده السؤال رقم 5، نكتب هنا كده، أو الوهم أنهم استقروا وأن مطلب الحرية قد انتهى. يبقى ان هم استقروا وان املنا في الحرية انتهى. لكن قام الضباط الأحرار بثورة 23 يوليو، وثورة 23 يوليو قضت على هذا الأمل. كده يا أحباب انتهينا من الأداء الصفي، تعالوا بينا ننتقل للأداء المنزلي. والآن أحبابي مع الأداء المنزلي. في الأداء المنزلي برضو من اختراعات عربية، وبيقول لي يعد ابن الهيثم من عباقرة العرب الذين ظهروا في القرن العاشر الميلادي في البصرة، ومن أهم إنجازاته اكتشاف الخزانة ذات الثقب التي يمكن اعتبارها الخطوة الأولى لاختراع الكاميرا، ولم تتوقف أبحاث الضوء عند ابن الهيثم. إنجازاته معناها إسهاماته. جمع الأولى لها جمعين، ممكن نقول جمعها أول، ده جمع تكسير، وممكن نجمع مؤنث سالم أوليات. أوليات. يعود اختراع الكاميرا لأصول عربية أيد صحة هذه العبارة. طبعا هو موجود معنا إنه ابن الهيثم من أهم إنجازاته اكتشاف الخزانة ذات الثقب اللي كانت الخطوة الأولى لاختراع الكاميرا. يبقى بعد اكتشاف ابن الهيثم للخزانة ذات الثقب
ذات الثقب التي كانت الخطوة الأولى لاختراع الكاميرا. كان أبو الريحان البيروني السبق في التمهيد لاختراع أشعة الليزر، لأنه أثبت أن سرعة الضوء يمكن قياسها بسرعة الصوت، مما مهد بعد كده طبعا لاختراع أشعة الليزر. لكل حادث سبب، وضح في ضوء اختراع العرب للبوصلة وماذا كانت تمثل. طبعا اخترع البوصلة بسبب تعدد رحلاتهم البحرية في المحيط الهندي والبحر المتوسط. طب وإيه كمان؟ وانعدام الرؤية بسبب السحب. طب ماذا كانت تمثل؟ كانت تمثل اكتبها هنا، كانت تمثل فتحا تاريخيا، حدث تاريخي مهم جدا. اكتب في ما يزيد عن 50 كلمة مختصرة عن العالمة ليلى عبد المنعم. ده موضوع تعبير هنكتبه في آخر الحل، هنكمل بعدين نرجع نكتب موضوع تعبير. أجمل الأسئلة. كان إلغاء الحماية البريطانية عن مصر إلغاء سوريا، طبعا بسبب تمسك بريطانيا بالتحفظات الأربعة واتخذتها سببا للتدخل في شؤون مصر. مرة ثانية، سبب تمسك بريطانيا بالتحفظات الأربعة واتخذتها سبب للتدخل في شؤون مصر. لما كانت معركة الفالوجة رمزا للصمود المصري ونموذجا يحتذى به في الصبر، حيث صبرت الحامية ولم تستسلم رغم ان اليهود هاجموها بجيش كبير ولم تستسلم، رغم ان اليهود هاجموها بجيش ضخم عدده 11,000، وال11,000 دول مزودين بأحدث الأسلحة. مرة تانية، يبقى صبرت الحامية ولم تستسلم رغم أن اليهود هاجموها بجيش ضخم عدده 11,000 وكانوا مزودين بأحدث الأسلحة. كانت الأحزاب السياسية معول للأسف هدم ولم يكن بناء. ناقش بيقول لي طب ليه معول هدم؟ لأنها انحراف الأحزاب والصراع على السلطة وهم كل حزب تحطيم الحزب الآخر. يبقى بسبب الصراع على السلطة وهم كل حزب الوصول للسلطة وتحطيم الحزب الآخر. أسباب قيام ثورة يوليو طبعا للمطالبة بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة. المطالبة بالحرية والاستقلال والحياة الكريمة طبعا من اللي قاموا بها؟ قام بها الضباط الأحرار. اكتب
يكتب إعلانا عن مسابقة تعقدها مدرستك بعنوان المخترع الصغير. تعلن المدرسة عن مسابقة المخترع الصغير، وذلك يوم، ونحط شرطة، الموافق اللي هو التاريخ ونحط شرطة، والسن أقل من 20 عاما للمشترك. ويوجد جوائز قيمة على من يرغب في الاشتراك. التوجه لمكتب الأخصائي الاجتماعي لتسجيل اسمه، ونحط هنا كده التوقيع ونحط تحت شرطة. وطبعا الإعلان يفضل إن احنا نحطه في شكل. مرة تانية، تعلن المدرسة عن مسابقة المخترع الصغير، وذلك يوم، وتحط شرطة، الموافق وشرطة، السن أقل من 20 عاما لأنه بيقول لي المخترع الصغير للمشترك، ويوجد جوائز قيمة على من يرغب في الاشتراك. التوجه لمكتب الأخصائي الاجتماعي لتسجيل اسمه. كده يا حبايبي فاضل معانا اللي هو أيضا سؤال التعبير الخاص بالعالمة ليلى عبد المنعم، عايزني أكتب عنها 50 كلمة. تعالوا بقى نكتب موضوع التعبير. والآن مع موضوع التعبير 50 كلمة عن العالمة الكبيرة ليلى عبد المنعم. ليلى عبد المنعم مخترعة عربية معاصرة، تعد مثالا يحتذى به في الإبداع والابتكار. حصدت وسام الاستحقاق من مؤتمر جلوبل للاختراعات تقديرا لإسهاماتها العديدة التي تجاوزت 100 اختراع. من بين اختراعاتها المتميزة حوائط التيومين والحديد المنصهر المقاومة للزلازل والصواريخ، ومواسير المياه والصرف الصحي المقاومة للتآكل، وجهاز قياس إجهاد القلب رياضيا، وخيمة بالطاقة الشمسية. إنجازاتها في مجالات الطب والهندسة تعكس تفوقها وإصرارها على تقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية. ندي فرصة كده للي يحب يصور الشاشة. كده يا أحبابي نكون انتهينا من الأسبوع الخامس، التقييم والأداء الصفي والأداء المنزلي. وفقكم الله.